برنامجين أتوقع ما في أحد ما يعرفهن. برنامج الليوان للإعلامي القدير عبد الله مديفر، برنامج نخبوي، ضيوف كبار، الأسئلة اللي تطرح أسئلة للنخبة، المواضيع اللي تناقش مواضيع للنخبة. والبرنامج الثاني برنامج شبابي يقدمه الإعلامي الجميل عز، لقاءات مع مشاهير بحفلات، لقاءات مع الناس بشارع، بمول، بكافي. هذا له جمهور وهذا له جمهور، ولكن أنا أقول أنه كل برنامج مهما كان شبابي عفوي أو برنامج قوي وثقيل وله إعداد قوي، يحتاج أنه ما هو كل سؤال يسأل. يعني في بعض الأسئلة يا أما تكون ما هي مناسبة أو أنها أسئلة ما لها إجابة. أبدأ بالإعلامي الجميل صاحب الابتسامة الجميلة والروح الأجمل المحبوب عز. برنامجك أنا أشوفه من أنجح البرامج، برنامج ظريف خفيف، أسئلة خفيفة، مدته بعد مناسبة جدا، ما يمل. ولكن إذا تقبل وجهة نظري في بعض الأسئلة يعني حسب الضيف اللي قدامك. أنت تستضيف مشاهير ومشهورات، تستضيف شباب وتستضيف بنات. أنا أشوف أنه ما هو كل سؤال يكون مناسب لهم كلهم، يعني قد يكون مناسب للشباب لكن ما هو مناسب للبنات أو العكس. قد فطرتي في رمضان؟ لا. لا. قد فطرتي في رمضان؟ وشو فطرت يعني هذا؟ لا. قد فطرتي في رمضان؟ فطرت؟ اي. ايه ها؟ اكيد. حلو، دائما تفطري في رمضان. لا ما افطر. لا تلعب علي. قد فطرت في رمضان؟ لا. قد فطرتي في رمضان؟ صراحة ايه. قد فطرتي؟ اوكي. ايه كل يوم نفطر. هل قد فطرتي في رمضان؟ ايوه ايوه. بس يعني بعذر، قصدي انه يكون مثلا مسافرة زي كذا. اوكي. ماذا أقول وأي قول يقال بعد كل ما قيل، وهل كل قول يقال بعد قول قيل بعد ذلك؟ الشبكنا هنا منه؟ يعني مثل هالسؤال يطرح على بنات: هل سبق أنك أفطرتي برمضان؟ في رمضان؟ أكيد، دايم، كثير. لا، والإجابة الأخيرة اي والله بغت تزلق الإجابة بس أشوى لقيت لها مخرج 15. يعني مثل هالأسئلة هذه وش تتوقع أنه تكون الإجابة؟ أو وش تتوقع أنه يفهمني من السؤال؟ أو وش تتوقع أنه يفهم المشاهد؟ الأسئلة واجد يا ابن الحلال، ما أنت برشان بالأسئلة. الغريب أنه بس رجال واحد اللي يطرح عليه السؤال، الباقي كله بنات. اترك كلامي أنا يا أستاذ عز، يمكن أبالغ لكن شوف وسائل التواصل اللي انتشر بها المقطع وشوف تعليقات الناس. والله نسبة كبيرة من اللي علقوا مستائين ومستغربين. ليه السؤال تحديدا؟ وما في إلا رجال واحد، الباقي كله بنات. وسؤال ترى يوجع السبد والله. اي والله، يعني إذا تجيب سؤال له علاقة بهالشهر الفضيل، واجد الأسئلة، واجد تلقى أسئلة واجد تسألهن بأشياء تخص شهر رمضان. لكن هذا السؤال هذا، وهذا ما يلغي أنه برنامجك برنامج ناجح
وأنت شخص ناجح، لكن ليتك والله أسأل من السؤال وأنا أخوك. هل يشعر الميت في قبره بالزمن؟ علميا أم علميا إيمانيا؟ وإيمانيا. الأستاذ القدير عبد الله المديفر، الشخص اللي طرحت عليه السؤال هل سبق أنه مات قبل وجلس بالقبر فترة زمنية، أو أنه جاي من عالم القبور؟ لا، وهو يقال له يعني حدد الإجابة، تبي علميا ولا تبي إيمانيا ودينيا؟ علميا وإيمانيا ودينيا ما يدري، وأنت تدري أنه ما يدري. حنا ليه نشغل أنفسنا بشيء أو بعالم ما هو مطلوب أننا نبحث عنه مثل هالأمور؟ يشعر بمرور الزمن ولا ما يشعر؟ يوما من الأيام نبي نلقسه ونبي نحط بك الحفرة، وهكذا الوقت عاد تعرف يا الواحد فيه أن تشعر بمرور الزمن ولا ما تشعر. بس أنا جاز لي الضيف يوم يقول حدد لي سؤالك علميا ولا دينيا. اي، لانه بناء على سؤالك راح اعطيك اجابه، وبالاخير الاجابه كلها ما يدري، علميا ما يدري ودينيا ما يدري. تذكرون مشهد فايز المالكي يوم سوى معه المذيع لقاء؟ قال فايز كان دوره صاحب اغنام، فقال له وين ترعى اغنامك؟ قال البيض ولا السود؟ قال لا البيض. قال البيض ترى هنا، هذا حولك حواليك. قال طيب والسود؟ قال هنا بعد ما هن حولك حواليك. قال طيب من وين تشرب الغنم؟ قال البيض ولا السود؟ قال لا البيض. قال البيض نعبي له من الوايت. قال والسود؟ قال نعبي له من الوايت. يعني نفس الإجابة. الضيف اللي يطرح عليه أو أي شخص يطرح عليه مثل هالسؤال علميا ودينيا ما يدري. وبعدين وش الفائدة من أنه أنا كإنسان، أنا كمسلم الآن، وش الفائدة يوم عارف أنه أشعر بمرور الزمن ولا ما أشعر؟ المهم أنك تستعد بعملك لهذه المرحلة. عالم الطب وعالم الفلك وعالم الجيولوجيا وعالم الكيمياء وعالم الفيزياء، ما أحد منهم يملك نسبة، ما هو واحد، أقل من 1% من الإجابة الصحيحة. ما حد يدري، كلها توقعات واحتماليات، ما تقدم ولا تأخر بالنسبة للإنسان الحي. يعني بالله إذا خلينا نقول تأكدنا أن الميت ما يشعر بمرور الزمن، يبي يجي من بيقول أجل بقدم بخت، ولا تأكدنا علميا ودينيا أنه الميت يشعر بمرور الزمن، يبي يجي أحد بيقول والله ما دام أنه بقعد لي 10 سنين ولا 50 ولا 100 سنة ولا 1000 سنة، لا تو ممدين. أنا وش تضيف لي هالمعلومة؟ أنا يعني الأهم من هالمعلومة أن الواحد يستعد لهالحياة، سواء حياة البرزخ ولا الحياة الآخرة. ولا أدري هل في أحد من الصحابة بحث أو حرص أنه يعرف هالشيء هذا، أو من التابعين أو من الأئمة الكبار. أنا والله أقول هالكلام من باب محبة، يشهد الله، وأقولها لكل مقدم برنامج أو بودكاست أو غيره. هالأمور الغيبية هذه ما حنا مطالبين أن نبحث وراها. إذا كان ما وضح الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، ولا يعني لو فيه هالموضوع هذا فيه إضافة وفيه فائدة تكلم به الرسول. فحنا وجهنا على هاك الحفيرة طالت أعماركم، وياتك الفترة اللي بيشوف عيانا بيانا، ما هو سالفة هل ودينيا وعلميا، لا تبي تشوف بعيونه.
كان في زمن تبي تشوفه بعيونه، ما في زمن ما ادري الا انت طالع من القبر. لانه اثاره مثل هالمواضيع ترى ما هو كل الناس يستوعبون، ولا هو كل الناس يفهمون ويتقبلون. يمكنها باتر تثير شكوك عند بعض الناس. احنا بغنى عن هالسؤال، يعني نهتم بالامور اللي تفيدنا دينيا ودنيويا.